بعدما طالب عمال النظافة الجابونيين حكومة بلادهم بالاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية وإضرابهم عن العمل، ما جعل النفايات تنتشر في الشوارع. يبدو أن المشكلة قد حلت عبر شركة أفيردا. عمليات بيع التذاكر مستمرة، خصوصا مع تحديد سعر البطاقة ب500 فرنك افريقي كحد ادنى، ما يعادل $1، ما ينبئ بحضور جماهيري كبير. إلى ذلك يتوالى وصول المنتخبات، حيث وصل اليوم المنتخب التونسي الذي ينتقل مباشرة إلى فرانسفيل، حيث سيجري غدا أول تمارين استعدادا لمباراة السنغال. كذلك تخصيص فندق خاص لحكام البطولة في العاصمة ليبروفيل أيضا. في مدينة أويم التي تحتضن مباريات المجموعة الثالثة، يعود اليوم مطارها للعمل على أن يستقبل عدة رحلات يومية للطيران الخاص كلها تابعة للبطولة. العاصمة ليبروفيل على موعد مع سحب قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2019 في الكاميرون. وفي جولة صحفية سريعة نستطلع أبرز العناوين التي تناولتها صحف اليوم. الشروق الجزائرية، مجاني يعود إلى طرابزونسبور بعد فشل تجربته مع ليغانيس ومعها استبعاده من تشكيلة الجزائر في البطولة الأفريقية. الصحافة المصرية تحدثت عن الضبابية التي ترافق الاسم الذي سيحرس مرمى الفراعنة في بطولة أفريقيا، وهو الأمر الذي يؤرق كوبر. في فرنسا فوتبول، سيغادر حارس مرمى منتخب الجزائر مبولحي معسكر المنتخب لإجراء فحوصات طبية مع فريق رين الفرنسي تمهيدا للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية، على أن يعود للمعسكر قبيل انطلاق البطولة. نختتم هذه الجولة مع خبر النجم المغربي بن عطية الذي تفاعل مع الانتقادات التي تطال المنتخب قائلا: أضع ثقتي في الله.